يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد بس المره دي من دبي. دخلت جوه بسرعه لان الصوت بره صعب قوي بصراحه. انا موجود في دبي، وقررت ان انا اصور كواليس الرحله، بس هصورها بطريقه تفيد الناس اللي بتتابعني، بما ان معظم الناس اللي بتتابعني مصورين. فاحنا هنشتري وهندور على اماكن بتبيع اكسسوارات او عدسات او حاجات للمصورين باسعار لطيفه، بحيث ان هي تكون استخدام شخصي ويكون سعرها اقل شويه من الاماكن اللي احنا عايشين فيها. ف هاخدكم معايا في كواليس الرحله دي. خليني الاول اقول لكم على كام حاجه كده من ساعه ما جيت. انا موجود في البلد من امبارح، فكام حاجه كده انا بصراحه مفتقدهم في القاهره او في مصر عموما. الناس بتسوق حلو قوي يا جماعه. الناس اللي بتابعني على الانستجرام تعرف ان انا بتعصب من السواقه قوي. الناس هنا بقى محترمين بعض قوي في السواقه، ومفيش حد بيجري، واللي بيجري ليه اماكن يجري فيها، ومفيش حد بيدي اشاره للتاني فالتاني يقرص عليه، او اني اروح داخل الحاره اللي جنبي من غير اشاره. الكلام ده كله منظم قوي، واللي بيخرج عن النظام ده بيتلسع. احنا بنتلسع. بس تاني حاجة بقى، غير الناس بتسوق باحترام، الناس هادية قوي، تحس ان في روقان. انا مش عارف، عشان ممكن اكون شفت معظم اللي شفتهم سياح، بس حتى لما اشتريت حاجات من محلات او كده الناس رايقة. والهنود والباكستان منتشرين قوي هنا، ولو انت مش بتحب طعم البهارات بتاعتهم لازم تختار انت بتاكل منين بالظبط. خليني اقول لكم حاجه بالنسبه لقصه الناس بتحترم بعض. امبارح قفشت مع واحد اعتقد هو روسي بولندي، فكنا قاعدين في مكان، والبنت قالت لنا ان الترابيزه اللي هو قاعد عليها فاضيه، فهو ما كانش قاعد، فانا رحت عشان اقعد، فهو راح طالع بيمد وراح قاعد، فببص له فجاي بيتخانق معايا وبيحط ايده عليا. فاول ما حط ايده عليا كان معايا صديق ليا، فراح رايح مكلمه ومش عارف ايه، لقيت الراجل جاي بسرعه وبيعتذر لي وانا اسف والترابيزه ديت انا هدفع الحساب بتاعها وكده. فتمام اوكي خلاص، خد بعضه ومشي. فبقول لصاحبي انت قلت له ايه؟ يعني انا كنت شويه وهضربه يعني. عندنا الكلام ده، بقول لك خد يلا. انت بتبص لي كده ليه؟ فقال لي هنا كل حاجه متصوره، كل حاجه تعرف تاخد حقك فيها. فانت كنت شكلك عصبي، بس ايدك ما اتحركتش من مكانها، وهو كان بيتكلم بايديه وكانت عصبيته باينه قوي، وكل الحاجات دي بتكون متصوره. فلو انت رحت قدمت بلاغ، لو هو جنسيته ايه، هتاخد حقك وقتي وهيمشي من البلد. الكلام ده مفتقدينه بصراحه. يعني انا في القاهره بتخانق مثلا زي الدواء كده 3 مرات بعد الاكل. خليني قبل ما نبتدي بقى اليوم بتاعنا وننزل نروح اول مكان، حابب اقول ان القناة ديت وانا اسلام ناجي بدعم القضية الفلسطينية، وربنا يكون في عون اخواتنا في فلسطين ويحميهم ويفك عنهم يا رب. واللي يقدر يعمل حاجة او يقدر يوصل رسالة او يقدر ان هو يدعم باي شكل من الاشكال، ما تتاخروش، لاننا مسموعين ومسموعين قوي كمان. ومش عشان مسافرين فننسى التمرين، تعالوا بقى ناخد تمرينة متينة. وانت بقى بتصور اي حاجة في دبي او معدي في دبي وبدأت تشوف حاجة زي كده، ده العادي بقى كده. ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان انت تكون في دبي وما تجيش ادفانس ميديا. ادفانس ميديا عالم. عالم كل اللي انت ممكن تكون محتاجه، اكسسوارات، معدات، كاميرات، اضاءات، خلفيات، كل حاجه. شيل اللي تقدر تسافر بيه يا معلم. انا بصراحه عايز اخد المكان كله. لا والجامد بقى ان هم ايه عاملين استوديو، يعني سيميوليت كده. يعني انا هصور مثلا كده موجود، لو انا هصور مثلا ميك اب موجود، لو انا هصور برودكت موجود، لو انت دماغك ان انت
تكون مثلا فلوجر، عاملين لك كورنر، وبقى ايه، اضاءات هنا. شايف ده؟ انا نفسي اروح بده، نفسي اروح بده مصر. وعندك كل حاجة. انا مش عارف اشتري ايه ولا ايه. احنا في دبي مول، قلنا نيجي كده ناخد كام شوط كده بعد ما خلصنا ادفانس ميديا، وبعد كده هنروح ناكل. بس بنخلص قصة هنا هحكيها لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. حرفيا انا محتاج بتاع 5-6 ايام عشان اخلص دبي مول هنا. وطبعا العربيه ضاعت، احنا مش عارفين العربيه فين، فهنمشي حبه حلوين بقى. النهارده ميعاد الورشه بتاعتي في دبي، فخلوني اخدكم في شويه كواليس الاول كده الورشه وعملنا ايه، وبعدين اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها من ادفانس ميديا. فيلا بينا. ده رقم اوضتي الجديدة، فمش هقول لك غير خاف واحذر. انا نقلت امبارح من دبي، جيت الشارقة ونزلت في فندق ايبس. بصراحة الفندق جامد قوي، والناس اللي موجودة فيه بجد يعني في غاية اللطافة. فانصح لو اي حد جاي الشارقة. يا جماعة الراجل ده اللي اتفشخ معايا من اول ما جيت الامارات، وبصراحة ما تأخرش على اي حاجة، ومعايا بعربيته طول الوقت حتى المعدات اللي احتجتها. محمد الطويل هو مقيم في الامارات، مصور جامد قوي، مصور جامد قوي. هسيب لكم الانستجرام بتاعه. فعارفين انتوا بقى المصريين الجدعان، هو الراجل ده. بس مش عشان انا جدع قوي يعني، هو ماشي انا تمام، بس برضو اسلام يستاهل كل خير يا عم الله يبارك لك والله. وانا اتعلمت منه كتير يعني. هو بيقول انا مصور جامد، بس حقيقه انا اتعلمت منه كتير. على راسي والله يا معلم، دي حاجه قليله بجد. مين هيدفع فلوس الاكل؟ انت. طيب. طبعا يعني تسيب مصر ومصر ما تسيبكش. الاكل ايه؟ طعمية المحلة واحد بس. دلوقتي بقى جه ميعاد ان الواحد يروق على نفسه شويه، فهاخدكوا في حته صايعه قوي يعني. يلا بينا. تم العثور على اول توك توك في دبي. هو توك توك نضيف شويه،
بس ستيل توك توك يعني، مش عارف بيتأجر. الجامد بقى اللي انا شفته طول ما انا ماشي بصور في الامارات، الناس بتبصلك بصة اللي هو انت بتعمل حاجة حلوة، انت بتعمل حاجة شيك، مش اللي هو الواد ده بيعمل ايه، بيصور ايه الواد ده. تلاقي الناس كلها بتبصلك كأنك ماسك سلاح. لا، هنا تحس ان هم بيحترموا الناس اللي بتمشي تعمل فلوج او اللي بيصوروا حاجات. وبصراحة النظرة اللي بتشوفها وانت ماشي بالكاميرا او انت بتصور حاجة بتبسطك انت، وبتخليك طول الوقت عايز تعمل اكتر، ما تبقاش مكسوف ان انت تطلع الكاميرا او حاجة. اللي ورايا ده تاتو ستور، محل تاتو. لو حد حابب يعمل تاتو وشم ده حرام، ما تعملش كده. انا واحد من الناس اللي ندمت جدا ان هي عملت حاجه زي كده في وقت من الاوقات، بس انا كنت صغير وان شاء الله ربنا يغفر لي حاجه زي كده. دلوقتي في مطار دبي، الرحله خلصت سريعا سريعا. اتمنى يكون قدرت ان انا اوصل الرحله بتفاصيلها كويس، ولو حد هيجي هيروح اماكن او هيشتري حاجه هيبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه له. احنا في مكان واحد بس ما خدناش الكاميرا فيه، اللي هو كان اسمه دراجون مارت او سوق التنين. سوق التنين ده عامل زي العتبه كده في القاهره، في كل حاجه انت عايزها باسعار ارخص من بره، اكسسوارات بقى، موبيليا، ديكورات، اي حاجه انت عايزها هتلاقيها موجوده هناك. ودي برضو حاجه بتبقى كويسه يعني، بما انها ارخص من بره. يعني انا شفت حاجات ارخص من عندنا بكتير. ومستني الطياره عشان ارجع القاهره. دعواتكم يعني، انتوا لما تشوفوا الفيديو ده اكون ان شاء الله وصلت بالسلامه يعني. ولو عجبكم القصه بتاعت الفلوج ديت فقولوا لي، احنا ان شاء الله في بلان ان احنا نسافر كذا مكان قريب، فنقرر الموضوع تاني ولا ايه. عملت لايك ولا لا؟